بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. مع علم من الأعلام ورجل من كبار الصالحين يسكن في جبل مبارك، جبل الأنوار والأسرار والبركات، جبل المنار، سيدي أبي سعيد الباجي رضي الله عنه وأرضاه. هذا العلم وهذا القطب من الأقطاب والصالحين له مزايا وله مناقب وله كرامات لابد من نفض الغبار عليها لكي نعلم قيمة هذا الولي الصالح الذي فاض من قلبه على تونس من الأنوار والأسرار والصلاح والبركات. سيدي أبي سعيد الباجي رضي الله عنه وارضاه ولد في قرية اسمها باجة قرب ولاية منوبة، ليست باجة كما نعلم. وسيدي أبي سعيد الباجي ابن خلف ابن يحيى التميمي الباجي توفي سنة 1230. تتلمذ سيدي أبو سعيد الباجي على كبار الأولياء والصالحين، نذكر منهم سيدي شعيب أبو مدين وسيدي أبو مروان البوني رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك له عديد من الكرامات ومن الأنوار ومن التلامذة الذين سخروا حياتهم في خدمة سيدي أبي سعيد الباجي، نذكر منهم سيدي أبو الحسن الشاذلي، سيدي بالحسن والسيدة المنوبية رضي الله عنهما، وهم تلاميذ سيدي بوسعيد الباجي. واشتهر سيدي بوسعيد الباجي رضي الله عنه وأرضاه بورعه وطاعته وتقربه من الله سبحانه وتعالى والسعي إلى مرضاته وبحبه للعلوم، فجمع بين علم الدنيا وعلم الآخرة. كذلك اشتهر وهذا سر الشيخ لحبه وعشقه لسيدنا محمد صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وهذا سر الصالحين الذين يتنافسون في كثرة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. لذلك قد أخذ التدريس على علم من أعلام البلاد وهو سيدي عبد العزيز المهدوي دفين المرسى. بعد انتقال الشيخ أخذ عنه سيدي بوسعيد الباجي رضي الله عنه وارضاه وأخذ يدرس العلماء والصالحين. وكما نعلم أن الصالحين ألفوا بين قلوب الرجال، فلا يعلم قدر الرجال إلا الرجال. فلذلك نجد سيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه وارضاه وسيدي أبي الحسن نقول في تونس، حيث كان عند شيخه سيدي عبد السلام بن مشيش في المغرب المباركة جبل النور والبركة والصلاح، حيث أمره سيدي عبد السلام بن مشيش أمر سيدي أبي الحسن بأن يذهب إلى تونس، لأن الإمام الشاذلي رضي الله عنه وارضاه أراد أن يقرأ الكيمياء الروحي، فأمره شيخه بأن يذهب إلى رجل صالح يقال له أبو سعيد الباجي في تونس جبل المنارة. فذهب سيدي أبي الحسن الشاذلي ودرس، فعندما دخل على سيدي أبي سعيد الباجي وجده في هيبته ووقاره ونوره، فتأدبا معه طأطأ رأسه ولم يتكلم، فقال له أهلا بابن مشيش ومرحبا بالأبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه وارضاه. فعلم أبي الحسن الشاذلي أن هذا الرجل له قدم كبيرة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يوجد قول إلى الإمام الشاذلي رضي الله عنه وارضاه، وهذه بيت القصيد تدل على عظمة الشيخ وعلى بركته ونوره. يقول الإمام الشاذلي رضي الله عنه وارضاه: إنني لا أصلح لمسح نعل الباجي رضي الله عنهم وارضاهم، ونفعنا بهم وبسرهم وببركتهم وبنور جدهم صلى الله عليه وسلم، بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج.